الاثيوبي اللي يلبس بالاصفر والاحمر، وفريق الاولمبي الباجي يلبس بالابيض والاحمر. انطلاق المباراة حاليا والكرة لصالح الفريق الاثيوبي، ونعطيكم تشكيلة الفريقين. بالنسبة للفريق الضيف حارس مرمى غريغوريس، رقم 15 عبد الكريم عمر، رقم 4 تيسفاي إرغاشو، رقم 3 برهان غولا، رقم 12 جوزيف سولومون، رقم 16 تيسفاي زيريو، رقم 6 تويغاي باتي، رقم 14 ابراهيم فاسيل، 12 كيبيدي موليغيتا، رقم 7 اشيناي كيساي، ورقم 9 سيزاي بيغاشو. احتياطيين بالنسبه للفريق الاثيوبي حارس مرمى احتياطي كاساي اباتا، وهذه عمليه لصالح الاولمبي الباجي. الهدف الاول بعد مرور تقريبا دقيقه لعب، والهدف الاول اذا لصالح الاولمبي الباجي. عمليه جميله جدا، ويتمكن الاولمبي الباجي عن طريق اللاعب نبيل بشاوش من افتتاح النتيجه. وانتبهوا اعاده العمليه، هذه التوزيعه، ونبيل بشاوش كان في الموقع المناسب ويفتتح النتيجه بعد مرور دقيقه و20 ثانيه لعب. تتغير النتيجه في هنا في الملعب باجا، هدف لصفر، وبدايه قويه لصالح ممثل تونس في كاس افريقيا النوادي الفائزه بالكاس. عمليه توزيعه اليسار، توزيعه، ونبيل بشاوش اذا يتمكن من افتتاح النتيجه. بدايه طيبه جدا اذا بالنسبه للاولمبي الباجي، اللي نذكروا بانه في مقابله الذهاب منذ اسبوعين انهزم بهدفين مقابل صفر. اذا هدف مقابل صفر لصالح الاولمبي الباجي بعد مرور دقيقتين في هذا الشوط الاول. اذا تشكيله نواصل مع احتياطي الفريق الاثيوبي. قلت اذا اللاعب كاساي، ثم كذلك اللاعب بيسرات، هايلو جيدلين، مانجستو ابيبي، وكذلك اللاعب بيكاديار. تشكيله الاولمبي الباجي: هيكل جزمير في حراسه المرمى، في الدفاع رقم 3 الحبيب العمدوني، رقم 2 توفيق العبيدي، 4 كمال القتيتي، 5 مصطفى حلي. نلقاو في وسط الميدان كل من بوجمع العمري، ماهر الزبيري، الهادي المقراني، وعزيز الدريدي. بينما في الهجوم تم نبيل بشاوش صعب الهدف الاول الى حد الان، وكذلك وهو رقم 15، والكفل العياري رقم 10. الاحتياطيين بالنسبه لفريق الاولمبي الباجي: المنصف الغالمي، زياد الوزباشي، نبيل الكوكي، خالد الجماعي، وسفيان الفرشيشي. يدرب الفريق التونسي الاولمبي الباجي هذا الشرفي، بينما يدرب الفريق الاثيوبي السيد هايلاي. طاقم التحكيم تألف من السادة زبير القدوري من الجزائر، وكذلك هذه أمامكم تشكيلة الأولمبي الباجي: حسن حافراسو كذلك من الجزائر، وجلول الحلاشي من الجزائر أيضا. إذا ثالث جزائري. الحكم الرابع هو السيد عبد الرحمن القربي من تونس، بينما مراقب المقابلة هو السيد عصام سيام. ومعذرة إذا كان قاعدين تشاهدوا في الأسماء بدون أرقام، لأن حقيقة الزملاء هنا في باجا حاولوا باش حصلوا على الارقام، لكن الى اخر وقت ما حصلوش عليها، وان شاء الله منا لاثناء المقابله تكون الاسماء موجوده بارقامها. لاعب اذا من الاولمبي من الحبيب العمدوني، ونبيل كوك كان مطالب باش يستقبل الكره هذه انه يتحرك من المكان نتاعو. سيزاي بيغاشو في حوار مع مصطفى حلي، ويراوغ هذا اللاعب، يراوغ باقي عنده كره. سيزاي بيغاشو، إرغاشو ذي على الكبيدي، ويدخل الدفاع حبيب العمدوني. عزيز الدريدي من اليمين، ماهر الزيري في حوار مع ابراهيم فاسيل ياخذ الكره، يعكس الهجوم حذري في نلاحظوا كيفاش انه فريق الاثيوبي اصبح يلعب اكثر سهوله في مستوى الهجوم. انا اعتبر الكره ضمن يلقى فضاءات، وهذا طبيعي باعتبار الاولمبي الباجي ولا يلعب في ورقه الهجوم في هذا الشوط الثاني باكثر عدد ممكن من اللاعبين. بوجمع العمري، طويله لشكون، طويله، ثم اللاعب تويغاي باتي، تخرج تماس، ضربه مرمى. وحاليا
وصلنا ل 14 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجة لم تتغير. هدف مقابل صفر لصالح الأولمبي الباجي أمام سان جورج الأثيوبي. الهدف سجل نبيل بشاوش منذ الدقيقة الأولى و40 ثانية، وحاليا يظهر أن ثم لاعب ملقى على الميدان. الحكم يطلب مواصلة اللعب باش ما يقعش تضييع الوقت. ماهر الزديري ومرة ثانية في التماس، والحكم الجزائري السيد زبير القدوري يطلب مواصلة اللعب باش ما يقعش تضييع وقت. اللاعب الملقى على الميدان هو اللاعب سيزاي بيغاشو. تتنفذ التماس. نبيل الكوكي، توزيعة طويلة في التسجيل نبيل بشاوش، وتدخل من الدفاع، تخرج كرة ركنية. الركنية الثالثة لصالح الأولمبي الباجي. وقع تنفيذ ركنية لكن الحكم يقول تعاد، واعتقد باش نحضروا على بعض المشاهد اللي ربما تعودنا بها في هذا النوع من المقابلات، انه فريق خاسر يحاول يربح الوقت بجميع الوسائل، وهذا حقيقة ماهوش معقول. ركنية في التنفيذ. العياري يرفع كرة ترجع من الدفاع وتمشي مباشرة. ماهر الزديري والحارس، والهدف الثاني لصالح الأولمبي الباجي عن طريق اللاعب لحبيب العمدوني يسجل الهدف الثاني. تصبح النتيجة هدفين مقابل صفر. إذا الهدفين مقابل صفر لصالح الأولمبي الباجي أمام سان جورج الأثيوبي. إذا تغيير في النتيجة. الكرة رويدا بعد مرور انه في هذا الشوط الثاني 10 دقيقة لعب، يتمكن فريق الاولمبي الباجي من اضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب الحبيب العمدوني. اذا هدفين مقابل صفر، لم يبقى الا هدف واحد لصالح لفريق الاولمبي الباجي لترشح للدور الربع النهائي. إعادة العملية. الفريق سان جورج يستعمل تسلل، توزيعة من طويلة من ماهر الزديري، واللاعب الحبيب العمدوني يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. نستناه في استئناف اللعب باعتبار أن الفريق سان جورج في التنفيذ نفس اللاعب عبد الكريم عمر الظهير الأيمن لسان جورج الأثيوبي. يرفع كرة يتدخل الدفاع ويبعد الخطر، تمشي لسفيتا ترجع من حيث أتت، لكن كمال جتيتي الشناوي. ماهر الزديري يرفع كرة في اتجاه نبيل بشاوش مع مدافع، لكن باقي تبعت الكرة والحكم يقول ثم شيء، يؤمر بوصلة اللعب. بوجمال عمرو يحط كرة في التماس لصالح سان جورج الأثيوبي. ومرة أخرى تماس ثاني. تدخل كان من بيسرات دخل عند الكرة وتخرج له تماس لصالح الأولمبي الباجي. دقيقة لعب إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني. النتيجة هدفين مقابل صفر لصالح الأولمبي الباجي أمام سان جورج الأثيوبي. كرة طويلة في اتجاه نبيل بشاوش،
ترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع، وإرقاشو تتفك الكرة لصالح الأولمبي الباجي، طويلة الماهر الزديري، ماهر الزديري يتقدم والحارس ونبيل الكوكي والهدف، والهدف الثالث عن طريق نبيل الكوكي. هدف الترشح، هدف الترشح إلى حد الآن من نبيل الكوكي اللي حقيقة كان في الموعد لتسجيل الهدف الثالث بعد عمل تمهيدي من اللاعب ماهر الزديري. هاي عملية الهدف. أهداف مقابل 0. الوقت 22 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني، وتصبح النتيجة 3 مقابل 0. إلى حد الآن الأولمبي الباجي مترشح للدور ربع النهائي لكأس فريق النوادي الفائزة بالكأس، لكن لننتظر نهاية المقابلة.